يسعد صباحكم او مساكم اينما كنتم. انا رفيق عادل وانتم بتتابعوا برنامج اصل الحدوته. النهارده هنتكلم مع بعض في موضوع يمكن بيهم البعض، وهو ازاي ان انا اتعامل مع شخص بيصنف انه مستفز. بتضطرنا الظروف احيانا ان احنا نتعامل مع اشخاص بيصنفوا بلفظ المستفز، وعشان نعرف ازاي نقدر نتعامل مع الشخصيات دي اللي موجوده في حياتنا بشكل يومي وما نقدرش نستغنى عنها لان هي مخلوقه كده، ففي كذا خطوه لازم نتبعها عشان نعرف نتعامل معاها بسلام. الخطوه الاولى وهي الاستماع، الخطوه الثانيه وهي الهدوء، الخطوه الثالثه وهي الوضوح، الخطوه الرابعه وهي عدم اصدار الاحكام، الخطوه الخامسه وهي الاحترام. ويلا نبدا حلقتنا معاكم النهارده. انا رفيق عادل وانتم بتتابعوا برنامج اصل الحدوته، والنهارده هنتكلم عن موضوع ازاي تتعامل مع الشخص المستفز. أول خطوة قلناها اللي هي الاستماع. كتير من المشاكل بتنشأ ما بين الأفراد بسبب سوء الفهم. في الحالة دي لازم أبقى واخد بالي كويس قوي إن أنا أسمع الطرف الآخر وأحاوره وأسأله في اللي هو بيقوله، ومش استماع عابر، لا، استماع جيد وبعناية. لأني لو ما عملتش كده أنا بعتبر إن أنا كده هو بستهين بيه، وفي الحالة دي هو مش هيتكلم معايا تاني، وهيفضل بني ادم على طبعه، وانا مش هقدر اتعامل معاه ومش هقدر اغيره ولا هقدر ااهله ان هو يبقى انسان سوي في المجتمع. وطبعا ده دور كل واحد فينا، ولازم في نفس الوقت اعرف هو محتاج مني ايه. لازم افهم كل النقط دي عشان اعرف ابتدي اتعامل معاه بشكل سليم. تاني حاجة قلناها وهي الهدوء. حاول دايما وانت بتسمع الشخص المستفز او بتتعامل معاه انك تحافظ على هدوءك بشكل كامل، وما تحاولش ان انت تشير للاخطاء اللي هو بيعملها او بيقولها في كلامه، لان ده بيعود بتأثير سلبي على التعامل او عليه او على الشخص المستفز دايما. وحاول تتجنب انك تخوض معاه نقاش بلا جدوى. اسمعه وافهم منه هو عايز ايه وحاول تساعده، وما تخوضش معاه اي نقاشات جانبية تضيع وقتك وتضيع وقته. ثالث نقطة وهي الوضوح. لازم اكون واضح في حدود علاقتي مع الشخص المستفز، واكون واضح في طبيعة العلاقة ما بيني وبينه. مش شرط ان انا اكون قريب منه، بس وقت ما يطلب مني المساعدة ما اقدرش اتأخر عنه، لان ده برضه ممكن يعود عليه بتأثير سلبي. ولازم احافظ دايما على حدود اللياقة والادب ما بيني وبينه. بلاش تحاولوا تعلموه حاجة جديدة او تدوله نصيحة، لان الشخص ده اصلا بيكون مش قابل النصيحة. فحاولوا ان انتوا تتجنبوا ان انتوا تدوله نصايح. اتعاملوا معاه، اسمعوا له، وخليكوا واضحين في تحديد العلاقة، لكن ما تدلوش نصايح. رابع نقطة وهي عدم إصدار الأحكام. تجنبوا ان انتوا تصدروا احكام على الشخص المستفز قدامه او وراه، لان ممكن الكلام يوصل له، او حتى توصفه ان هو انسان مستفز قبل ما تتعرف عليه بشكل جيد وتتعامل معاه بشكل سليم، لان ممكن تصرفاته الفلانية اللي بيقوم بيها بتكون نابعة من ظروف حصلت في حياته. خامس نقطة وهي الاحترام. الاحترام شيء مهم جدا. حتى لو الشخص المستفز اتعامل معاك بطريقة غير محترمة او غير لائقة، حاول تقابل ده بطريقة محترمة. فالافضل ان انت ما تطلبش منه ان هو يهدى او يحترمك، انت احترمه، بالتالي هو هيشوف تصرفك، هيبتدي هو يتفاعل بالتصرف اللي انت قمت بيه، ودي افضل طريقة للتعليم طبعا. خلونا دلوقتي نبتدي نتكلم معاكم في صفات الشخصية المستفزة.